مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر خلصت 2-1 للأهلي. دلوقتي بس قبل ما تبدأ أي حاجة، الشوط الأول مفيش أي كلام تتكلم فيه. الشوط الأول إيه؟ خناقات، ضرب، الكرة في نص الملعب، وكرة راح بيها مروان حمدي بس. لكن الشوط الأول كله على بعضه هو تلطيش وضرب في بعض وكل حاجة، لكن هو حماس. هو يقول لك مثلا في الاستوديو التحليل إيه؟ حماس وشديد وبتاع وكذا كذا. إيه يا اسطى؟ يا اسطى ده الفريقين ما راحوش على الجون يا اسطى، ده كل الكرة في نص الملعب وضرب وكل شوية الحكم يصفر. ده اول حاجه. الشوط الثاني بقى، الشوط الثاني اللي حصل فيه الجعلصه دي كلها. الشوط الثاني الاهلي يروح بكور، المصري يروح بكور. الاهلي تقريبا كان ماسك الكوره طول الشوط الثاني لغايه مثلا الدقيقه حاجه، الدقيقه 80 مثلا. بعد كده المصري مسكت الكوره، المصري راح بكذا كوره، مروان حمدي راح بكذا كوره. مروان حمدي عم بيتفوق يعني قدامنا، بس من ساعه لما كان في سموحه لما جاب الهاتريك هو بيتفوق قدامنا بس. قام جاب الجون الاول في الدقيقه 95، هو كان حاسب 7 دقايق وقت بدل ضايع. قوم الاهلي في الدقيقه 96 يحصل على ضربه جزاء. بس قبل المهرجان ده كله، ايه اللي حصل؟ الاهلي ضيع كور كتيره جدا جدا جدا، اجوان مؤكده. معلول ضيع، الشحات ضيع، قفشه ضيع، ده قفشه ضيع كتير قوي. مين تاني؟ القندوسي ضيع. كل تاو ضيع، كل واحد كان عايز يضيع هو ضيع كور. رامي ربيعه ضيع، خالد عبد الفتاح ضيع، كله ضيع. بس انت عندك ان الاصابات ضربت الفريق تاني. عندك خالد عبد الفتاح خرج باصابه قويه وشكله هيغيب فتره. عندك علي معلول تقريبا اجهاد برضو او اتصاب بعضله او حاجه، وقفشه ومروان عطيه، فكله في اخر المباراه اتصاب. يعني هنخش الماتشات الجايه الحمد لله ان في 20 يوم اجازه. خلاص بقى نريح بقى شويه عشان مش كل شويه نخش من موسم لموسم لموسم. مروان عطيه جاب الجون، المصري احتفل وكل حاجه. بعد كده ضربه جزاء وصح. صح. انت لو ما شفتش الشده دي يعني قوم اعمل ليزر. يعني قوم اعمل حاجه في عينك كده علشان دي ضربه جزاء وش. يعني وماسكه من التيشيرت، انت عايزه يعمل ايه تاني؟ يغتصبه؟ يعمل ايه تاني يا اسطى؟ وعلي ماهر بس استحمى يا اسطى. استحمى والله العظيم. يعني هتفيد معاك قدام. مش كل شويه حزقه تلعب مع، يعني تبقى مع فيوتشر تحزق، مع المصري تحزق، مع لما كنا مع الاسيوطي تحزق. كل يا اسطى لما تمسك فريق هتحزق قدامنا في خلاص الولاء لازم. خلاص يا اسطى، مش كده والله العظيم. عرفنا ان انت مدرب يعني جرينتا جدا. ده انت مش معقوله يعني. اللي هو خلاص يا جماعه كابتن علي ماهر هيسكت الجمهورين وهينزل هو اللي هيلعب. بعد كده ضربة الجزاء علي معلول المنقذ يخش يجيبها جول التعادل. بعد كده طبعا حصل خناقات بقى ومش عارف والحكم والحاجات دي كلها. الشوط الثالث الاهلي بيروح، الشوط الثالث الاهلي بيضيع، الشوط الثالث الاهلي بيحاول كل حاجه لكن برضه بنضيع. تخش على الشوط الرابع، طبعا لعيبه المصري كلها بدني وقعت خالص، فالاهلي بقى يمسك الموضوع ده. الاهلي فضل يضغط، الاهلي فضل يحاول. طاهر محمد طاهر نزل، عبد القادر نزل، تاو بقى راس حربه، نزل القندوسي، نزل كل اللعيبه تقريبا. كل اللعيبه في الملعب بقت كلها هجوم، ما عندكش دفاع غير رامي ربيعه ومحمد هاني جنبه مساك. لكن كل اللعيبه اي هجوم بتهاجم. ضغط المصري ال 15 دقيقه بتاعت الشوط الثاني، لغايه ما القندوسي ياخد الكره من قفشه، يرقص واحده في الثانيه ويشوطها على الارض حلوه جدا جدا، يخلص المباراه ويخرس اي حد بقى. خلاص بقى، اصل اليومين اللي فاتوا دول كذا حد اتكلم. لا اخرس. الاهلي بيفوز على المصري في كاس مصر ويخرجوا من كاس مصر. يعني ضربه الجزاء صح، بس انت شايف ضربه الجزاء غلط. ماشي احنا فرحانين بيها. اه انت بس ايه، ما تفضلش تحزق قدامنا كده. احنا تمام هنكسب اي حد زي ما قلنا في كذا فيديو قبل كده. احنا ابطال القاره وابطال مصر، ونكسب اي حد في القاره وفي اي حد في مصر. عافيه ذوق، هنكسبكم. اه بعد كده الاهلي يحرز الهدفين دول. خلاص المصري بيحاول على قد ما يقدر. طبعا في وسط كل ده الاهلي برضه عمال يضيع اجوان، وفي وسط كل ده مروان حمدي برضه شغال تشويط في وكل حاجه. حتى مروان حمدي كذا كوره كان هيجيب منها جون والشناوي اتالق فيها. بس الجون الاول اللي اتحسب تسلل بتاع مروان حمدي او الشناوي، انت طلعت ليه يا شناوي؟ يعني ايه سبب طلوعك؟ يعني مش فاهم برضه يعني. بعد كده خلاص ده اللي خلص. بس عايزين نقول حاجه بس لكل اللي بيعملوا كده يعني. لو انا كده انت فين؟ يعني انت زبله. سواء بقى اي جمهور من الجمهورين دول، اي نادي من الناديين دول كلهم، اي نادي. لو انا كده، لا عشان دي بقت حفله يعني لو انا كده انت فين يا اسطى؟ انت فين؟ انت مش موجود، انت تحت الجزمه. انت فين طيب؟ يعني قول لي انت فين. يعني مثلا ايه لو انا كده ببطولاتي وجمهوري وكل حاجه، انت ايه؟ انت ايه نظامك؟ انت يعني انت ولا بطولات ولا جمهور ولا لعيبه ولا قيمه تسويقيه ولا اي حاجه يا اسطى. طب انت ايه يعني؟ انت هتنافسني في ايه بالظبط؟
في الاهلي اللي قبل نهائي كاس مصر عشان هيقابل انبي، وراح بقى 20 يوم. سلام.